نبدأ بالمنتخبات العربية. المنتخب المغربي واحد من المرشحين للفوز بكأس إفريقيا، يشد الرحال إلى كوت ديفوار، أول منتخب وصل. نعم، وسيلعب يا ميدو، هذه النقطة نقطة استفهام كبيرة، سيلعب على واحدة من الأرضيات الستة التي ستحتضن المباريات الرسمية. نعلم جيدا بأن كل منتخب لديه الحق في إجراء حصة تدريبية واحدة فقط على أرضية الملعب الرئيسي قبل المباراة. المنتخب المغربي سيستفيد من إجراء مباراة ودية كاملة على ملعب رسمي. كيف حدث هذا ولماذا عميد؟ بصحتهم يسون فوق في لاكاف، يسون فوق في لاكاف وفي لي كوليس اليوم بصحتهم. حنا ما نقدروش نحسدوهم، لا بصح الكونترير. انا بالنسبه لي فريمون بصحتهم، لانهم تمكنوا من الظفر بلعب مباراه وديه في الملعب الذي سيلعبون فيه كاس افريقيا، وسيتعودون سيكتشفون الارضيه قبل منافسيهم الثلاثه الذين سيلعبون معهم في نفس المجموعه. لذلك اعتقد بأن هذا استمرار لسلسله سقطات الكاف في الاشهر الاخيره من الجانب المنتخب المغربي. اعتبر ذلك هذه يا خويا كما يقولوا احنا بالعاميه يلعب لعبك. اليوم فوزي لقجع عنده سلطه يطبقها، يفيد منتخب بلاده عن طريق لعب مباراة ودية من أجل التعرف أكثر على أرضية الميدان. ولو أنه كأس إفريقيا لا تعترف لا بأرضية الميدان ولا بأي شيء، كل شيء ممكن للحدوث. المنتخب المغربي يبقى من بين المرشحين للتتويج بالكان، لكن منذ آخر تتويج لهم سنة 1979 ولا 78 على ما أظن، في كل مرة يأتون بمنتخب مشكل من نجوم ينشطون في أوروبا، وفي كل مرة يسقطون في أدوار متقدمة. أفضل نتيجة لهم منذ ذلك الحين هو النهائي سنة 2004 بتونس لما خسروا 2-1 مقابل 1 أمام المنتخب التونسي في ملعب رادس. لذلك كأس إفريقيا زي، وكأس العالم زي، وكأس أوروبا زي. كأس العالم وكأس أوروبا شيء مختلف تماما عن كأس إفريقيا. كأس إفريقيا فيها معايير لا توجد لا في كوبا أمريكا ولا في كأس العالم ولا في كأس أوروبا. لذلك النتيجة التاريخية اللي حققها المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، أعتقد بأنه لو يبني عليها ويغتر عليها أنه نصف نهائي كأس العالم يعني ممكن أنه يجي يلقى المأمورية سهلة في كوت ديفوار، لا أعتقد ذلك. ستكون مأموريته صعبة وصعبة جدا.